هي كده مفيش ماتش بيعدي الا بكارثه تحكيميه علشان الاهلي يكسب. هي كده عافيه. انا ما اعرفش ضربه الجزاء دي ما اتحسبتش ازاي لعمرو السيسي. انا نفسي افهم. الحاجه الوحيده اللي انا فاهمها ان هو عشان ما بيلعبش في الاهلي بس. مفيش سبب تاني خالص مهما حصل. ده الفار اتدخل فيها وقالوا مش ضربه جزاء. انا ما اعرفش ازاي. عموما اصلا والله من اول الدوري لغايه دلوقتي الاهلي ما بيقدمش كوره بجنيه، ما بيلعبش كوره. حتى ماتش النهارده ما لعبش بجنيه كوره. ده سموحه ايه اللخط؟ سموحه اللي بتوصل لجون، سموحه اللي بتسرع اللعب، الاهلي اللي بيبطئه. الاهلي هو اللي بيحافظ على الكوره وبيجري بيها بعيد وبيقوم شريطها وخلاص. اي حاجه تروح لسموحه يبدا هجمه وهكذا وخلاص. فالاهلي كسب النهارده زي الماتش اللي فات بتاع الجون اللي ما لعبش بجنيه كوره برضه. فهي ماشيه كده. لازم خطا تحكيمي، كارثه تحكيميه تحصل عشان الاهلي يكسب. غير كده والله ما هيكسب. اقل حاجه ماتش سموحه وماتش الجونه والله ما هيكسب الاثنين. بس هتعمل ايه عادي، مع ان احنا في رمضان يعني المفروض الحاجات دي ما تحصلش.